السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الغاليين جدا، يا رب تكونوا بألف خير يا رب. كنا النهاردة حابين إن احنا نظبط معاكم الدنيا ونحل معاكم ترايل كامل، موديول 1 موديول 2 موديول 3. آه، المشكلة عند الطلبة الأيام دي مشكلة نفسية، فأنت عادي تخلص منها، ظبط حالك، مشي أمورك، وربنا يا رب ييسر لنا وييسر لك كل حاجة. فأنا عندي مثلا موديول 1 هنا، أنا حاطه ريدنج، بما إن يعني بغير كده وأبدل وأعدل، فده مجرد اجتهاد، هو مجرد موك تيست، يعني مشابه للي هيجيلك. فأنا عندي بس زي كده، بروح الأول على السؤال رقم 1 وبقول the main idea. the main idea. طيب أنا مطلوب مني إيه في المين idea؟ مطلوب مني يا جماعة إني أعرف القطعة دي بتتكلم عن إيه عموما. فدي بتقول إن renewable energy، وبنتكلم عن كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا، تمام؟ والناتشورال جاز السورسز بتاع السولار سيستم، والسولار بانلز والويند والهيدرو الكتريك باور والكلام ده كله. فدي معتمده اكتر على الانرجي. كلها على بعضها ايه؟ اكيد هتعرض البينيفيتس والواجهات بتاعت الشانسز اللي ممكن تلاقيها، تمام؟ لان دول مش بعض، استحاله معلش يعني اقول رقم واحد ان هي كومبليتلي ريبليسد، ان 100% هي تم الاطاحه بيها وكده، مش هينفع. برضه ما ينفعش اقول ان هي هارمفول، يعني مضره، فمش راكب على العقل، ولا ريلايبل اند انفكتيف، حاجه كده مش صاحب الكفاءه او جوده، تمام؟ نيجي للسؤال رقم 2، يعني بيقول لك الادفانتجز. يا اخي حتى لو انت مش عايز ترجع للقطعه، ايه الادفانتجز بتاعت الرينيوبل انرجي؟ اكيد بتعمل ريديوسنج للايميجنز، للانبعاثات بره. اكيد مش هتبقى immediate ولا كونستنت ولا لو انستوليشن كوستس، تمام؟ فالاجابه هنا هتبقى بي. رقم 3 ان الورد فلكتويت، كلمه فلكتويت معناها يعني تشينج ريبيتدلي، يعني مش مستقر. كنا اخدنا الكلام ده في الجراف، فطبيعي ان انا هختار سي اللي هي تشينج unpredictably، يعني بيتم يعني بدون ما انت تاخد بالك، تمام؟ رقم 4 بيقول لك ان السبورت ايديا للتشينج اللي حصل ده، تمام؟ هيكون ايه؟ يعني لو انت رجعت هنا هتلاقي بالنص كده في اخر سطر، وفي السطر اللي اخير هنا من الباسج، من باراجراف 1 في الباسج، هتلاقي بالنص كده بيقول لك ان الفوسيل فولز دومينيت كورنت انفراستراكشر، يعني هي اللي بتاثر او واخده الحيز الكبير من الحيز بتاع استخدام الانرجي. طيب الاوثر هنا التون بتاعه ايه؟ كنا احنا اتفقنا ان التون، النغمه بتاع الكاتب لما بيكون بيتكلم عن حاجه كل الناس عارفاها، اللي احنا بنسميها الفاكتس، الحقائق، فطبيعته ان هو بيكون نيوترال، ما بياخدش، مش متحيز خالص، فهتبقى بالانسد اند انفورماتيف. تمام كده يا شباب؟ من الحاجات برضو اللي انا برشحها، ان انت لما تيجي تبص على الامتحان ما تتخضش منه، ما تتخضش منه. يعني بص كده، باسج 2 بيقول لك بتتكلم عن السايكولوجي اوف موتيفيشن، الحاجه النفسيه ان انت يبقى عندك دافعيه وهدف، تمام؟ فايه البيربس بتاع الباسج دي؟ اكيد بتكسبلين ديفرنت تايبس اوف موتيفيشن، يعني لان هي المتعلقه بالعنوان. طب ليه يا مستر ما اخترتش ايه؟ اكيد ما بتعملش كريتيسايزنج، نقد، تمام؟ رقم 7 according to the passage، الدافعيه الداخليه للشخص دي بتكون ايه؟ بتكون long term satisfaction، بتأهله ان يكون عنده رضا طويل المدى. طيب كلمة persistence اللي هي جاية من persistent، تمام؟ الإصرار، العزيمة، بتساوي determination، العزم أو الإرادة، تمام؟ طيب رقم 9 بيقول لك which statement is supported by the passage، أنهي فكرة في دول الباسج بتدعمها؟ فأنا بعمل إيه؟ باخد الكلمة دي
extrinsic ماشي موتيفيشن، والموتيفيشن اونلي، وباخد الكومبايننج موتيفيشن، وباخد انترنال. طب هنا هل الباسج بتتكلم عن ده بس، ولا بتتكلم عن الموتيفيشن بس في المدرسه، ولا بتتكلم عن جمع ما بين الانواع المتعدده وفوائدها؟ يبقى الاجابه العقليه حتى اللوجيك ان انا اقول سي. تمام. طيب رقم 10 بيقول which inference can be made، تقدر تستنبط ايه من القطعه دي؟ اكيد بستنبط ان routine tasks benefit more from external incentives، يعني ان انا يكون الحاجه طالعه من جوايا هي اللي بيكون، وروتين يومي متعود عليه، كل ما يكون كده كل ما يكون افضل. طيب تعالوا نشوف باسج 3 في موديول ريدنج. بيقول لي مثلا since ancient times، يبقى دي بتتكلم عن الهيومن just in the past، يعني لذلك بيقول لك early civilization، الحضاره القديمه. فاحنا بنمشي مع الباسج ونشوف الباسج بتناقش ايه بالظبط. الباسج دي يا جماعه معلش عشان انا الشاشه بتتعب لي عيني فبشوف برضو في الورق. الباسج دي بتناقش الديبيت سراوندينج سبيس اكسبلوريشن. تمام. طب انا عرفتها ازاي؟ اول عنوان سبيس اكسبلوريشن اند هيومانيتي او هيومن كيوريوسيتي، اللي هو ان الشخص يعني عنده فضول يعرف ايه ما وراء السبيس. طيب رقم 12 بيقول لك البينيفيتس اوف سبيس اكسبلوريشن. ذكرنا ايه في القطعه هنا من افضل الحاجات؟ ان فانت بترجع للقطعه وتشوف كلمه بينيفيتس او حاجه تكون كويسه، فاكيد طبعا يعني مش اهو بيقول لك نافيجيت اوشنز، تراك سيزونز، بيعملوا مثلا المودرن ارياز، بتساعد في النوليدج. طيب يبقى هي كده بتعمل ايه؟ التكنولوجيكال انوفيشن، الابتكارات الجديده. تمام. طيب كلمه divert يبقى بتساوي redirect. لما انا اقول divert كذا معناها redirect، بتعيد استخدام وتوجيه، وبتستخدم حاجه في اكتر من شيء. تمام. طيب لما يقول الستيتمنت يا جماعه يعني جمله، يعني ينفع تشوفها في الامتحان statement، ينفع تشوفها sentence، ينفع تشوفها phrase. تمام. طيب بيقول لك الستيتمنت دي reflects critics فيو بوينت، وجهة نظر القطعة دي بتأهلك لان انت تعمل ايه، وجهة نظرها ايه. فانت لو رجعت هيقول لك ان اي حاجة متعلقة بالسبيس بتكون تو اكسبنسيف، غالية جدا. طيب رقم 15 بيقول ان الاوثر represents the topic by عرض ايه عن طريق ايه. ده هو هنا عمل البرسبكتيفز بتاعتها مختلفه، هو من سايت صح كده، لان احنا لسه قاريين من شويه ان هو خدها من كذا ناحيه، وما عملش الاوبوزنج، يعني ما مشاش للعكس، وما عملش كريتيسايزنج بس، ما عملش نقد، ده هو مسكها من كل الاتجاهات. فهنا الاجابه صح سي السوشيال ميديا اند كوميونيكيشن. ونتكلم عن السوشيال ميديا، المشكله بيقول لك السنترال ايديا بتاع السوشيال ميديا بتكون ايه؟ يعني هو نفسه بيسالك، بيقول لك السنترال ايدياز بتاع السوشيال ميديا باسج. اكيد السوشيال ميديا ليها بوزيتيف نيجاتيف يا جماعه، صح كده؟ ده اللوجيك حتى، يعني حتى بالتفكير كده نرجع. طيب which problem is mentioned، ايه مشكله اللي اكيد مس انفورميشن، يعني بيدي معلومات مغلوطه، وكنا اتفقنا ان كلمه او الحروف بتاعت وديس وان وان بتفيد التناقض مع الكلمه غالبا. طيب كلمه ديستورت معناها ايه هنا في الباسج؟ كلمه ديس وبيقول لي ديستورت، ده كلمه ديس بتساوي ان وهكذا، يبقى هتاخد مس ريبريزنتس يعني بيساوي عرضها على الجماهير. طب ديجيتال على ايه؟ هروح هنا للباسج واشوف كده على السريع الديجيتال وهكذا وكذا. لما تيجي تقرا حتى بشكل واعي
هتلاقي نفسك ان هي بتيفالويت الاونلاين انفورميشن، لان السوشيال ميديا كلها اونلاين انفورميشن، معلومات على المنصات. على طيب السؤال رقم 20 بيقول لك الميديا، ان احنا اتكلمنا ان هو لما بيتكلم عن حاجه حقيقيه لازم يكون نيوترال، يعني محايد. نخش على موديول 2. ده من اسهل وابسط الاشياء لو انتم شايفين قدامكم. يعني بيقول لك جراماتيكال كوريكت في الجرامر، مش عارف بتعمل كذا بتعمل كذا. فده انا محتاج من حضراتكم تصوروا وتبعتوه في التعليق، او ان انتوا تصوروه وتبعتوه لي على الواتساب على 010 90 600 92 7. اسال عظيم رب العظيم ان هو يوفقكم يا رب العالمين. تحياتي ليكم. ولو انت ان شاء الله داخل طريق ال3 او 5 على طول ابعت لنا رساله عشان نعمل حسابك في الكتب الجديده. سلام عليكم.